هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ يلا نسوي كوب موصلية قلي. هنا حطيت كوبين برغل وكوب طحين وملعقة كوب خميرة فورية، يعني مال العجين العادية، ورشة ملح حسب الرغبة طبعا الملح. وراح اخلطهم زين، ومن بعدها اخلي مي دافي، انه المي يكون دافي شوية على حرورة، واخلطه هيجي لحد ما اوصل القوام مثل الفيديو، واغطيه لمدة 10 دقايق. وبعدين ابلش اعجن لانه تحب العجن هواية حتى تصير عجينة ناعمة. والبرغل اللي خليته مال كوبا سلق، بس اللي هو نوع واحد مو خلط، يعني انا جايبته من الموصل، يجي نوع واحد بس الجريش، يمكن انه هو البرغل العادي، ما اخلطه ببرغل ثاني ناعم. هنا ظليت أعجنها تقريبا 10 دقايق أكثر، لحد ما صارت عندي هيجي عجينة ترفة وناعمة ولينة، مو كلش قاسية. راح أتركها همتين 10 دقايق ربع ساعة بين ما تختمر شوية. وأكون أنا جهزت الحشو. طبعا ما نزلت لكم طريقة الحشوة، انتو بكيفكم شو تحبون تسوون. شوفوا شلون طرية ولينة. وهذا شكلها بعد ما اختمرت. طبعا نسويها كور صغار ونمدها رقائق خفيفة كلش، يعني نمدها خفيفة حيل، مثل الأخف شوية، أثخن من الورقة. وراح أكبسها هيك نص دائرة، تقدرون تحطون وحدة فوق الثانية واسويها دائرة كاملة عادي. هنا ضغطت عليها، طلعت الهواء مالتها. الحشوة اللي سويتها أنا بصل ولحم وبهارات بس. وهذا شكلها صار. وراح أعيد وحدة ثانية قدامكم. سويت دائرة ومديتها خفيفة، وبعدين خليت الحشوة وكبستها بالنص وبس. ومن بعدها نحمي زيت على النار يكون حامي كلش، ونقليها. طبعا هشة كلش هشة ومو قوية ومقرمشة، يعني قرمشة مو طبيعية. هسه أراويكم إياها بالأخير نهاية الفيديو. أنصحكم تجربوها وكلش طيبة. طبعا أنا من أصدقائي اللي بالموصل بتل عفر تحديدا، هم اللي علموني عليها من سنين، هي هذه والكبة السلق. إن شاء الله في يوم هم أسوي لكم إلها فيديو. بس هو السر بالبرغل، يعني انه هو هذا البرغل يكون مو الخلط، هما ما يخلطون. احنا هنا من تقول له اريد برغل مال كبة، ينطوك اياه خلط. شوفوا شلون نفخت هيجي بالطاوة، واخذت هذا الشكل الذهبي ومقرمشة وهشة وخفيفة، كلش خفيفة. يعني انصحكم تجربوها، وطيبة كوجبة عشاء من يجيكم ضيوف. انصحكم والله بيها هواي. هنا طبعا جاي اقسمها وحارة كانت كلش. شوفوا الخفة مالتها. وإن شاء الله تعجبكم، وأنصحكم بشدة تجربوها، لأنه أكلة كلش طيبة ومميزة.